جراي بتبدأ تهاجم بويس، وفي اللحظة دي القمر بيطلع وبيتحول بويس لذئب ضخم وشرس شكله مرعب جدا، وبتبدأ ساعتها بقى المعركة. الضرب شغال شمال ويمين، بويس بيهجم وجراي بتتفادى وتضرب، وبتستخدم سحرها علشان تعمل له أوهام وتشوشه. ورغم إن بويس قوي جدا لكن جراي كانت أذكى بكتير، وبتفضل تضرب فيه وبتستنزف قوته لحد ما في وقت معين بتقدر تسيطر عليه وبتربطه. وفي اللحظة دي بقى القمر بيبتدي يستخبى وبيرجع بويس تاني لشكله البشري، وجراي ساعتها بتقعد معاه وبتقول له كان عندك حق، الفضة لوحدها ما تنفعش. وساعتها بقى بتكشف له المفاجأة. لما جراي كانت بتعالجه من الإصابة اللي جات له أيام ما المساعدة ضربته بالنار، هي ما كانتش بتعالجه فعلا، دي كانت بتزرع جواه سلاح فضي مسموم علشان يقلل من قوته وهي تقدر تسيطر عليه بعدين. وبعدين تقول له دلوقتي القمر هيكتمل وانت هتتحول تاني، وانا ساعتها هسلخ جلدك علشان هو ده مصدر قوتك، وهاخد الجلد ده اقدمه للملكة علشان تبقى عندها نفس القوة اللي كانت عندك. وبويس ساعتها بيسمع الكلام ده وبيبص لها وهو مصدوم، ما كانش مصدق ان دي هي جراي اللي حبها. ووقتها بيطلب منها طلب اخير وبيقول لها انت عمرك ما رفضتي طلب